ايه هو الوسواس القهري وايه اعراضه وازاي اتعالج منه؟ بداية، الوسواس القهري خلل في كيمياء الدماغ. اعراضه اولا بيجمع بين الشك والقلق. الانسان اللي عنده شك وقلق يبدا يدور عن طريق متخصص، هل ده وسواس قهري اللي هو OCD ولا ده حاجه تانية. اعراض الوسواس القهري فكره ضاغطه ملحه بطريقه مستمره بتقهرك على فعل شيء انت عارف ان هو مش صح او ملوش لازمه او انت متاكد ان انت عملته. زي مثلا اتاكد ان انت قفلت الباب، اتاكد ان انت شلت الفيشه، اتاكد ان انت طفيت البوتاجاز. ده نوع تاني من الوسواس، وسواس العقيدة، العبادة. بتشك في الوضوء، اتوضيت كم مرة، بتشك في الصلاة، صليت كم ركعة. ممكن كمان الوسواس بيبقى في حالات أشد في العقيدة، بتشك في ثوابت في دينك، بتشك في الذات الإلهية. نوع ثالث من الوسواس إن أنت ممكن تشك جدا في اللي حواليك، تشك في مصداقيتهم بسبب ومن غير سبب. شك مش حرص، بتشك في كل حاجة، حتى ممكن تشك ده لونه إيه، ممكن تشك حد قال الكلمة دي ولا لأ. طب اللي قال الكلمة دي يقصدني بيها؟ اتنين بيتكلموا ملهمش علاقة بيك فانت تشك ان الكلام عليك. الوسواس باختصار الOCD يعني قلق زائد شك. طرق علاجه لازم علاج دوائي، لان زي ما قلت في الاول ان هو خلل في كيمياء الدماغ، فالخلل الكيميائي بيعوضه علاج كيميائي. رقم 2 الCBT والACT، دول برنامجين للعلاج النفسي، اللي هو الACT التقبل والالتزام، والCBT علاج سلوكي معرفي.